ابراهيم سند من محافظه دمياط. صناعه الالبان لازم تكون بتحبها، عشان طول ما انت بتحبها هي هتديلك. صناعه الالبان دي بترجع رقم واحد للضمير. لان الضمير في منتجات الالبان، هو ربنا خلق اللبن كده وعايز منتجات الالبان كده، فاحنا لازم نوصلها للناس وناكلها لهم زي ما ربنا قال لنا. هي دي رسالتنا. انا شخصيا بحب شغله منتجات الالبان، عن ابويا، عن جدي، عن جدودي، كلهم بيشتغلوا في منتجات الالبان. فعشان كده انا طلعت بحب منتجات الالبان، مهما ابعد عنها برجع لها تاني. ابويا قال لي اول ما نزلت شغلي في منتجات الالبان وفي معملي، قال لي ان ده شغلك لازم تحبه عشان هو كمان يحبك، لازم تديله عشان هو كمان يديلك. وحكى لي ان هم يعني زمان كانوا بيصنعوا ازاي، وزمان كانوا بيعانوا ازاي في التصنيع. النهارده في تحديث، والنهارده في حاجات اكتر، وفي امكانيات، وفي فرص اكتر ان احنا نبقى احسن. لازم نتعب في صناعتنا وفي مهنتنا، عشان كده احنا بنحبها. اهلنا ابويا وجدودي تعبوا جدا لما بقوا تجار، او بقوا ان هم عندهم صنعه معينه بيمتازوا بيها. فعشان كده احنا كمان لازم نكمل وراهم، لازم نحدث، احنا الجيل اللي طالع لازم نحب شغلنا، لازم نخاف عليه، لازم نقوم من بدري، لازم نحافظ على شغلنا، ولازم نعمل بوصيه اهلنا. اول حد بدا المشوار، او انا بعيت وشفته ان هو بادئ المشوار في تصنيع منتجات الالبان مع والدي وفي شغلي، عم محمد ابو الفضل. عم محمد له حكايات كتير قوي، منهم ايام الزبادي الفخار، الزبادي اللي كانت بتتعمل بالطريقه البدائيه خالص، باول الطرق اللي بدانا نشتغل بيها، واول ما الناس بدات تعرف يعني ايه زبادي. كان هو من بدايه الناس اللي بدات تشتغل في الشغل ده. احنا الحمد لله وصلنا لاحسن مراحل التكنولوجيا في التصنيع وفي الكلام ده كله، ولكن الطرق القديمه برضو لها طعم، لها مذاق معين. الناس بتاعت زمان دي ما بتتنسيش، وشغلها ما بيتنسيش، واكلهم ما بيتنسيش. فعشان كده انا احب اقدم لك عم محمد، هو ممكن يقدر يشرح لك عن طريقه من الطرق القديمه. اول ما بدات المهنه كان عندي حوالي 20 سنه، كان ايام اللبن ب 90 قرش صفيحه. اجيب نص صفيحه لبن ب 45 قرش، اعملها سلطان فخامه الفصل بتاع زمان في الخرد يعني، واعملها واطلع بيها بقرشين صاغ الزبديه. احنا زمان كنا بنجيب اللبن، نقول لبن البيوت ونصنعه في الطاجن ونبيعه عشان كنا نرزق من حواليك. كنا بنلفها لا مؤاخذه بورق سلوفان ابيض كده، ونحطه ما تحطش جنب بعض، زي جنب بعض كده على دماغي، والف في حوالي زبادي كلها، وتاني يوم الم الفوارغ الفاضيه. الزبديه في الخرد كنت ابيعها ب5 تعريفه. كنت اجيب كيلو لبن صفر لبن ب2 قرش، كيلو لبن كان يقف حوالي ب4 ساغ بقرشين ساغ تقريبا او قرشين ونص. والمهنه اتطورت دلوقتي، وبقى في مصانع وفي حاجات اللي معناش بقى خلاص بقى. فبنيجي دلوقتي للحاج حامد، ربنا يصلح حاله ويخليهم له، بنيجي نحاول كده نبص على المصنع وخلاص. العمليه اتطور بقى، ما عندناش في ايدنا شغل دلوقتي، هنعمل ايه بقى؟ تعبت من الصدق والامانه بصراحه. هي احلى حاجه فيها الامانه. تشوف امانه، ربنا يبارك في صحتك ورزقك ورزقك. واهم حاجه الجوده، مش الصناعه، اهم حاجه الجوده مش بنتحمل السلمه نجي الناس بيجوراها قبل المكسب الصناعه. الزمن القديم صدق وامانه، احنا اتعلمنا منهم الحاجتين دول، الصدق والامانه، وتعلمنا منهم ان الجوده اهم من المكسب، اهم من الحاجات دي كلها. عشان الشيء ده الناس بتاكله، فلازم اعمله حاجه كويسه عشان اللي ياكله يطلبه تاني. الجوده اهم من المكسب. مش هتاكل منتجات البان زي محافظه دمياط، ومش هتشوف منتجات البان زي محافظه دمياط، لان محافظه دمياط اتعرفت بمنتجات الالبان ليه؟ عشان اجدادنا كانوا بيشتغلوا في المهنه دي. احنا فلاحين وطلعنا فلاحين، بنجيب اللبن وبنعرف نجيب اللبن ازاي. احنا اللي بنربي من المواشي بتاعتنا، احنا اللي بنجيب منها اللبن وبنصنعه وبنوصله للناس عشان تاكله زي ما ربنا خلقه. هي دي مهمتنا بنعمل منتجات البان بتبقى طبيعيه بجد. الناس بتاكل منتجات البان بتحس ان هي بما يرضي الله. الميزه اللي عند الضمايطه بصراحه عشان هم بيحبوا شغلهم وشطار في شغلهم،
وبيحبوا اكل عيشهم وبيجروا على اكل عيشهم. مفيش واحد دمياطي ما بيحبش اكل عيشه، مفيش واحد دمياطي عاطل، مفيش واحد دمياطي، لا الدمياطه ناس شاطرين، ناس بتحب شغلها وبتحب تجارتها. فعشان كده انا طلعت بحب شغلي وبحب تجارتي. ده بناء ان احنا حبيناه بناء على اهلنا واتورثناه. في ناس اتورثت في الموبيليا، في ناس اتورثت في منتجات الالبان، في ناس اتورثت في الحلويات. دمياط معروفه ومشهوره. كنت ما الله كرة ما حد يشوف هو علشان النكته اللي هو قال لي واحد مثلا بيقول انا عن راجل غريب جايب المخزن حمار عاوز انام اتعشى، هو عشان الحمار مخزن وصلته الليل عايز يروح دمياط، قال دمياط قال له هات لك بطيخه بقرش، البطيخه اكل لحم واكل حمار قرش وسلم اللي طول الليل. ابويا قال لي الواحد احسن من الصفر. يعني انا لما اشتغل اي شغل حلال وشغل بما يرضي الله واطلع اجري على اكل عيش الصبح واسعى على اكل عيشي، اكيد ربنا هيكرمني. لكن انا ما اقومش من النوم العصر او اقوم من النوم المغرب وعايز ربنا يكرمني. الحاجه الثانيه انت لازم تحب شغلك. اللي عايز يشتغل بيشتغل. ده لو جاب 10 كيلو لبن حقهم 40 جنيه ولا 50 جنيه، اظن ده مبلغ مش كتير. ممكن يكون حق الموبايل بتاعه، ممكن يكون حق الكارت اللي بيشحنه في الموبايل. ممكن يصنعهم زبادي، ممكن يصنعهم رز بلبن، ممكن يصنعهم مكرونه ويبيعهم. يقدر يبيعهم مش هيقدر، ويقدر يكسب منهم كل يوم. اللي عايز يشتغل بيشتغل. اللي بيحب شغله هيفضل يحبه، اللي بيحب اكل عيشه هيفضل يحبه. انا عايز اوجه لكل الناس ان كل واحد يبص لشغله، ما يبصش لغيره، ما يبصش انه يكسب 100 جنيه مره واحده. اكسب الجنيه وبعدين هتكسب ال10 وبعدين هتكسب ال100. لكن انت ما تستناش تكسب ال100 مره واحده، لا ابدا من الصفر. انا ليا 5 اخوات، ال5 اخوات تجار، كلنا بنشتغل في التجاره. انا ليا عندي اخ عنده 13 سنه وبيشتغل تاجر. ما تقوليش عشان ابوه عنده شغل وعامل له شغل، لا، هو طلع عايز يبقى تاجر، عايز يشتغل. اللي عايز يشتغل بيشتغل. أنا بتمنى لمصر كل خير، وبتمنى لكل أهل مصر إن هم يحطوا إيديهم في إيدين بعض ويبقوا إيد واحدة، وكلنا لازم نتكاتف عشان نعدي المرحلة اللي إحنا الحمد لله وصلنا لمرحلة أحسن من الأول. الحمد لله. كل واحد فينا بقى له فكر، وكل واحد بقى له صوت، وكل واحد بقى بيتكلم. فإحنا لازم نحط إيدينا في إيدين بعض، ما عادش وقت للكلام، لازم نشتغل بجد.